بسم الله الرحمن الرحيم وبنا نستعين صوت والسلام على سيدنا محمد اشرف الخلق اجمعين. فيديو جديد اعضاء قناه الزملكاويه الرياضيه، اهلا وسهلا بكم، اتشرفت بكم. طبعا لو بتابعنا على التيك توك يا ريت تعمل متابعه، لو يا ريت بتتابعنا على قناه اليوتيوب تعمل اشتراك في القناه، ويا ريت لايك او يا ريت يعني لايك وتفاعل عشان الفيديو يوصل اكبر عدد من المشاهدين. طبعا امبارح شفنا اللقاء الجميل للزمالك وفيوتشر، الف مبروك لنادي الزمالك وفوقتم الكبوه اللي هو كان فيها. في تخيل نادي الزمالك كان قبل الماتش ده في المركز ال 11. والله كان في المركز ال 11. تخيل الزمالك اللي هو بطل ابطال افريقيا واول نادي يصعد كاس عالم للانديه بقى في المركز ال 11 في الدوري. بس الحمد لله رب العالمين الزمالك بيبتدي يفوق. طبعا انا مش محتاج اقول لكم عشان كلكم عارفين ان كل اللي في الزمالك دلوقتي اثار تراكميه وبنتحاسبوا باثر رجعي بسبب اللي كان عامله مرتضى منصور. يا راجل ده انا هجيب لك حاجه، سيبك من كل المصايب وكل البلاوي اللي عملها لنا، الله يوعد امه بمصيبه، ربنا يوعد امه بطلاقها. سيبك من كل ده، سيبك من كل اللي عمله وقيد وشيكابالا وافلامات قيد وبتاع. انت متخيل امير مرتضى منصور وابوه عملوا ايه؟ امير مرتضى منصور يعني انت دلوقتي كان عندك لعيب مثلا كان اخر السنه دي في عقده، تمام؟ المفروض انت تجدد له، لو عايز تطلعه اعاره تاني لاي نادي بتجدد له. لا، البشوات كانوا بيعملوا ايه؟ خلاص انت فاضل لك سنه، طبعا هنطلعك اعاره. طب ما خلاص يا ابني، ما انت هتطلعه اعاره السنه، طب ما خلاص كده هو من حقه بعد السنه دي يرجع يروح يمضي في اي نادي تاني. البشوات كانوا بيعملوا كده. اللعيبه اللي كان بيعمل له قلق وبيتخانقوا منه، طب خلاص انت روح العب في اي حته بره وبتاع. نكتشفوا ان اللعيبه دي منتهيه عقودهم، يعني هو ده اخر موسم دي، يعني انت بتطلعه اعاره يا اسطى. المفروض انك انت بقى مستثمر فيه، يعني انت هتطلعه اعاره مستنيه بقى يجي لك تاني عشان تبيعه وتستثمر فيه. لا، انت بتطلعه اعاره وتيجي ده اخر موسم دي، بحيث لو يجي من الاعاره يروح يشوف له اي نادي يلعب فيه. بالله العظيم ده كلام؟ طب وحياه امك يا امير انت ومرتضى ده كلام؟ يا امير يا ابو دراجي، وحياة امك ده كلام؟ وغلاوة امك ده كلام؟ طب انا يابا الواحد اللي قال لك تعمل كده؟ يعني انت لعيب يا صاحبي عندك عقدك سنه او 6 شهور او الكلام ده اوريدي، انت المفروض تجدد له رقم نمبر 1 وبعد كده تطلعه اي اعاره. هيرجع عندك خلاص، خد خبرات، اكتسب خبرات واكتسب حاجات كويسه ورجله بقت في الملعب، خلاص يلعب عندك اساسي مفيش مشكله. بدل ما بتروح تجيب سامسونج ولاعيبه ما نعرفهاش بمليون دولار ب 2 مليون دولار. هما طبعا سامسونج ما جاش ب 2 مليون دولار، هو سامسونج جاب 350 الف دولار. هتسالني على مليون ونص بقيتهم فين؟ هقول لك روح اسال يحيى علي واحمد يحيى وامير مرتضى منصور اللي هم شركاته في شركه كوره اللي عاملينها او السمساره البيزنس اللي هم عاملينها في الامارات. انا مش عايز ارجع لعصر مرتضى وعزبه مرتضى واحمد، عشان اقسم بالله وحق رسول الله وحق جيم محمد واحمد الصبح، تمام؟ انا لو اتكلمت على اللي عمله مرتضى واحمد امير مرتضى منصور واحمد وامير مرتضى منصور في النادي، اقسم بالله اقسم بالله الناس دي ما يطلعوا السجن لمده 20 سنه تاني. انا لو اتكلمت وقلت اللي عمله احمد وامير مرتضى منصور ومرتضى منصور جوه نادي الزمالك ومعاهم هاني زاده، معاهم هاني زاده، هاني زاده، تمام؟ وغسيل الاموال، ها؟ والاموال كانت تخش بالجنيه وتطلع بالدولار وبعد كده ترجع تخش بالدولار وترجع بالجنيه، وغسيل الاموال، تمام؟ للاسف البني ادم المحترم اللي طلبت معاهم، وهو لط بنفسه، هو مش طلبت معاهم، لا ده هو لط بنفسه بمزاجه. احمد جلال ابراهيم. انت متخيل يا احمد يا جلال ابراهيم ان ابوك رئيس نادي الزمالك اللي هو يعتبر التاريخي الاستاذ جلال ابراهيم عليه رحمه الله؟ انت ابنه، انت شوهت سمعه ابنه، انت شوهت سمعه ابوك، والله العظيم شوهت سمعه ابوك، اقسم بالله. يا احمد يا احمد جلال ابراهيم انت وهاني زاده، يا ريت والله العظيم 3 تطلعوا تنظفوا نفسكم قدام الراي العام الايام دي، اقسم بالله، عشان انتوا اساسا الناس، يعني انتوا من زمان، من ايام كمان درويش ومن ايام الجيل العظيم وحسن عامر والناس دي، حسن صقر ولا ايه؟ يا جماعه يا جماعه بالله عليكم بالله عليكم بالله عليكم خليكم ورا خلف نادي الزمالك. فككم من فاروق جعفر تاني، فككم من فاروق جعفر تالت، فككم من فاروق جعفر. فاروق جعفر هو اليمامه الضاله اللي عمال بتحفر لمرتضى. مرتضى مش موجود في النادي، عيلهم مش موجودين في النادي، الحرابيش بتوعه مش موجود في النادي، بس صدقني فاروق جعفر موجود في النادي. فاروق جعفر عايز ناخد نص لعيبه الشباب بتاعك وادهم بيراميدز. هتقول لي ليه؟ هقول لك اصل معلش، اصل سمعت بالصدفه كده اللي هم خلوه المستشار القانوني للنادي. فاروق جعفر اللي محدش سمع عنه حاجه ده، حتى ما شفته في الاعلام بقالك فتره عشان هو المستشار الاعلامي النادي الاعلامي والفني البيراميدز. بيدوا مرتب، عايز ياخد نص لعيبه الناشئين بتاعتك يروح يوديها بيراميدز. يا جماعه اقسم بالله انا عندي كلام على الزملكاويه اللي عاملين نفسهم زي الزملكاويه، وربنا لو اتكلمت ما هخليكم تعرفوا تنزلوا من بيوتكم، لو فتحت بقي مش هخليكم تنزلوا من بيوتكم. اما هاني زاده انت واحمد جلال ابراهيم اطلعوا كده واتبرعوا قدام الراي العام من مرتضى وقولوا مرتضى عمل معاكم ايه.
بالفعل على فكره هاني زاده، اوعى تقول انك انت لما كنت قاعد بره السنه ونص دي انت كنت بتاخد تستجم. هو في، لا مؤاخذه انا اسف ليك، هو في نائب رئيس النادي بيقعد بره سنه ونص؟ لا والله مفيش. طب شوف نفسك كنت قاعد ليه؟ ومرتضى قال لك ما تنزلش الا لما ابعت لك، عشان السمسره وغسيل الاموال اللي كان بيحصل في النادي. ولما يا عيني المدير المالي الغلبان اللي انتوا كنتوا معينينه طلع واتكلم وقال لك في فلوس بتخش النادي وبتطلع من النادي، والمفروض انا المدير المالي ومفيش حد يسأل بيقول لي ولا بياخد رايي. طب مين يا عم اللي بيدخل الفلوس دي ومين اللي بيطلعها؟ قال لك امير مرتضى منصور واحمد مرتضى منصور ومعاهم هاني زاده. الفلوس دي كانت بتروح فين وبترجع فين؟ والله العظيم اقسم بالله انا عندي كلام لو قلته اقسم بالله المجلس الكامل بكل اللي بيعاونوهم هيتحبسوا. لو احنا في دولة نزيهة بتجيب حق الناس وبتجيب حق الأندية الشعبية والجماهيرية هيتحبسوا. لو احنا عندنا رئيس رياضة وعندنا جهاز كسب غير المشروع حقيقي الناس دي كلها هتتحبس. تعالى انت دخلت نادي الزمالك وانت معاك قد كده، طلعت من النادي وانت معاك قد كده، تعالى نعرفوا الفلوس دي كلها جت منين. لو احنا في بلد بجد بتحترم البني ادم وخايفه على فلوس البلد وخايفه على فلوس الشعب الفقير اللي بيموت ومش لاقي ياكل، الناس دي كلها هتتحبس. لكن للاسف ايه يا مرتضى في ايه؟ انت عايز طب هو ده مرتضى مش عايزين مشاكل وبتاع، زي ما قلت لكم ان مرتضى ملوش دخول تاني. ارجع بفيديوهات واهي الصفحه عندك، ارجع للصفحه وارجع لفيديوهات القديمه. لما قلت لك مرتضى ملوش دخول للنادي قلت لي يا عم طب ما هو بيروح النادي وهو ازاي؟ قلت لك مش رئيس نادي. قلت لي امال بيروح النادي ليه؟ قلت لك عشان يطلعوه بطريقه شيك. مرتضى ما يطلعش من النادي يتحبس. للاسف احنا في دوله بتقلب الحق باطل، والله العظيم بتقلب الحق باطل اقسم بالله، وبتخلي صاحب الحق ملوش بقى لازمه، وبتخلي صاحب الباطل هو اللي ايده العليا هو اللي بيتكلم. والله العظيم ثلاثة انا اقسم بالله هطلع فيديو وهطلع لايف انا هفضح كل الدنيا. والله العظيم ثلاثة في اخبار ورب اللي يعز ويذل ما تحصل في نادي درجه ثانيه كان بيعملها مرتضى وعياله. انت يا راجل متخيل ان مرتضى كان بيسمسر في السيراميك بتاع النادي؟ مش هتصدق. انت هتقول لي ده عامله هو اللي عامله، عامل مين؟ مفيش بلاطه، مش مرتضى مش دافع حق بلاطه في النادي، تمام؟ بالعكس ده في الشحنه الثانيه والثالثه اللي جم محدش يعرف مكانهم فين. في اماكن في النادي دلوقتي ما فيهاش سيراميك، حد يسال مرتضى مكان السيراميك ده راح فين؟ يا جماعه مش عايز اطول عليكم، هطلع لكم لايفات والله، هطلع لكم. انا كل مره بقول لكم هطلع لايف والكلام ده، بس ايه يعني ما فيش وقت والله العظيم، الواحد متكعبل وبتاع. بس انا والله العظيم ثلاثه هطلع لايف هعرفكم الدنيا كلها ماشيه ازاي. يا جماعه كابتن هيثم لبيب اقسم بالله بيقوم نادي من الصفر. الناس هتطلع تقول لك انت بتاخد من عليا الحرام من دينا، لا اعرف حسين لبيب ولا اعرف هاني شكري ولا اعرف معلش اي حد ولا هاني برزي ولا اي حد من الناس دي، قسما بربي ولا اتقابلت مع واحد فيهم ولا اعرف اي حد. انا راجل زملكاوي، انا راجل زملكاوي، انا بشجع ده، ما بشجعش لا نادي ولا ما بشجعش اشخاص ولا بشجع حسين لبيب ولا بشجع مرتضى ولا بشجع نادي غير نادي الزمالك. انا طول عمري زملكاوي فقط. اللي هيبقى في ظهر نادي الزمالك هنساعده وهندعمه، كلنا هنبقى في ظهره. اللي هيجي على نادي الزمالك صدقونا والله العظيم ثلاثه ما هنسكته، وان شاء الله الزمالك راجع. خليكم خلف مجلس الاداره يا جماعه، مجلس الاداره بيقوم النادي من الصفر. احنا كنا في حقبه ربنا اللي اعلم بيها، يا ريت كلنا نبقوا خلف مجلس الاداره المحترم، وان شاء الله الخير جاي بامر الله. قبل ما انهي الفيديو يا جماعه صدقوني للمره الثالثه في ثالث فيديو، القيد اتفك، القيد اتفك. ما تخليش حد يقول لك انت جبت صفقات فين القيد؟ القيد اتفك والصفقات جايه، وحسين لبيب مخلص 6 صفقات ومخلص 3 من شمال افريقيا. عايزين حاجه تاني يا جماعه؟ انا ان شاء الله هطلع لكم اقول لكم كل اللي حصل بامر الله. اتشرفت بيكم والله العظيم، شكرا، السلام عليكم.